حكايتنا النهاردة حكاية من أجمل الحكايات، حكاية سر الشجرة. اشترك أرنوب مع تعلوب في تجارة وربحوا منها الكتير. قال أرنوب لتعلوب: من الأفضل إننا نقسم الفلوس دي علينا. رد عليه تعلوب وقال: من الأفضل ياخد كل واحد فينا مبلغ قليل ونشيل الباقي. قال أرنوب: فكرة حلوة، لكن هنشيلها فين؟ قال تعلوب: أنا أعرف مكان أمين ممكن نخبي فيه الفلوس، وكل ما احتاجنا نيجي مع بعض وناخد منها، وبكده تفضل معانا الفلوس مدة طويلة. شال تعلوب وأرنوب كيس الفلوس وراح لمكان جنب شجرة ضخمة جواها تجويف كبير. حفروا حفرة عميقة جنب الشجرة ودفنوا فيها الفلوس، وبعدين ساووا الحفرة بالتراب مرة تانية ورجع كل واحد منهم لبيته. وفي الليلة دي فكر تعلوب وقال: لازم اخد الفلوس كلها. وفي الصبح بدري راح تعلوب للمكان اللي خبى فيه الفلوس وخرجها، وبعدين سوى الحفرة زي ما كانت. أخد تعلوب الفلوس وحرم أرنوب منها، وبعد أسابيع احتاج أرنوب فلوس، فراح لتعلوب وقال له: أنا محتاج شوية من الفلوس. رد عليه تعلوب وقال له: وأنا كمان عايز من الفلوس. قال أرنوب: خلاص يلا بينا نروح نخرج الفلوس اللي خبيناها تحت الشجرة، وياخد كل واحد فينا مبلغ منها، وبعدين نرجعها مكانها تاني. قال تعلوب: يلا بينا. راح الاتنين للشجرة وقعدوا يحفروا في المكان اللي خبوا فيه الفلوس، فملقوش أي أثر للفلوس. صرخ تعلوب وتظاهر بالزعل وقال: انت سرقتني يا أرنوب، خنتني، انت ما حفظتش الأمانة. بص ليه أرنوب بتعجب وقال له: أنا أسرقك؟ قال تعلوب: أيوة، انت اللي سرقت الفلوس من غيرك يعرف مكانها، انت جيت بالليل وسرقتها في غيابي. فضل أرنوب يحلف للثعلب انه ما جاش للمكان ده من ساعة ما خبوا فيه الفلوس، لكن تعلوب فضل مصر ان أرنوب هو اللي سرق الفلوس. اتخانق تعلوب وأرنوب وعلي صوتهم، فتجمع الناس حواليهم، ولما عرفوا حكايتهم نصحوهم بعرض المشكلة على القاضي عشان يحكم بينهم ويعرف إن كان أرنوب سرق الفلوس ولا لأ. وافق أرنوب وتعلوب وراحوا للقاضي وحكوا ليه عن المشكلة. قال تعلوب: أنا أتهم شريكي بسرقة الفلوس. فسألوا القاضي: عندك دليل على كده؟ قال تعلوب: أيوة، عندي دليل، ودليل قاطع يشهد بأن أرنوب هو سارق الفلوس. قال القاضي: وإيه هو دليلك؟ قال تعلوب: الشجرة هتشهد بكده. اتعجب الحاضرين كلهم. قال القاضي: إيه الشجرة؟ قال تعلوب: الشجرة اللي خبينا تحتها الفلوس هتشهد إن هو اللي سرق. قال القاضي: شجرة بتتكلم؟ قال تعلوب: أيوة، لو ما كنتش مصدقني روح واسألها بنفسك. قال القاضي: ده شيء عجيب، أيوة أنا هروح واشوف الموضوع ده. راح القاضي مع أرنوب وتعلوب للشجرة، وكان معاهم جمع من الناس، وكان تعلوب اتفق مع صديق ليه إنه يستخبى جوه تجويف الشجرة ويرد بصوته على أي سؤال يوجهه ليه القاضي. فسبقهم الصديق للمكان ودخل في تجويف الشجرة مستني اللي هيحصل. وقف القاضي قدام الشجرة وحواليه الشهود، وبعدين بدأ يكلمها ويقول: أيتها الشجرة، هل سرق أرنوب المال اللي كان متخبي تحتك؟ قال صديق تعلوب من جوه الشجرة: أيوة، أرنوب هو اللي سرق المال في غياب شريكه تعلوب. فتعجب القاضي وتعجب الحاضرين
من الشجرة اللي بتتكلم. وصرخ تعلوب في انتصار وقال: مش أنا قلتلكم إن هو اللي سرق الفلوس؟ يلا يا سيادة القاضي العادل، اصدر حكمك على اللص وأمره بإنه يرد ليا أموالي اللي نهبها. قال القاضي: أنا أصدرت حكمي فعلا بإن الشجرة دي تحرق في الحال علشان ما تعملش فتنة بين الناس. وبسرعة قام الحاضرين بإشعال النار في الشجرة. صرخ صديق تعلوب المستخبي جواها، فخرجوه واعترف بالمؤامرة اللي دبرها معاه تعلوب. وهنا قال القاضي حكمه في تعلوب برد أموال أرنوب ليه، وحكم على تعلوب بفتحه أمام الجميع لأنه هو السارق الحقيقي. خلصت حكايتنا النهاردة. استنوني في يوم جديد وحكاية جديدة من أجمل الحكايات.